مساء الهنا والسعادة على كل ركاب أتوبيس 6. معاكم ليلى أحمد، وإحنا دلوقتي في محطة برنامج أبيض وأسود. مبسوطة جدا إن الحلقة اللي فاتت عجبتكم، وأتمنى كمان إن حلقة النهاردة تعجبكم. في أبيض وأسود بنحكي عن زمان وأيام زمان وفن وناس وشوارع وتفاصيل زمان. مين فينا ما بيحبش زمان؟ تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نبدأ حلقتنا مع بعض. اوعوا تروحوا في أي حتة. ورجعنا لكم من الفاصل كل ركاب أتوبيس 6، وإحنا لسه في محطة برنامج أبيض وأسود. كلنا أو أغلبنا واقع في غرام كل حاجة زمان، أيام وفن زمان. وبما إننا حضرنا حفلة في الحلقة اللي فاتت، فتعالوا النهاردة بما إني زهقانة قوي الأسبوع ده بعد دوشة شغل وامتحانات، فقررت أدخل سينما، وطبعا أخدكم معايا وأنا بفكر هدخل سينما إيه وهتفرج على فيلم إيه. بما إني طبعا في أبيض وأسود بحب كل حاجة قديمة زمان، فقررت أفكر إيه أقدم سينمات كانت موجودة في مصر زمان. لقيت إن أقدم سينمات مصر كان سينما اسمها بورصة توسون باشا في اسكندرية سنة 1896، وكمان كان في سينما أولمبيا في القاهرة سنة 1911، ودي أول سينما دخلت الترجمة على الشاشة. أهلنا وحبايبنا كمان في الصعيد في قنا اكتشفت إن كان عندهم سينما اسمها فريال وفاروق. السينما اللي جاية بقى بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة، اسمها بصراحة كان غريب ومفاجأة بالنسبة لي. سينما اسمها ربع لبة. أيوة، سينما ربع لبة، مش عايزة ضحك، ربع لبة اللي بعد كده بقى اسمها سينما ميرندا. ما فرقتش ربع لبة من ميرندا، المهم ان بعد كده اسمها بقى فاتن حمامة. سينما فاتن حمامة اللي في الجيزة، ويمكن أغلبنا كلنا عارفينها. سينما فاتن حمامة دي السينما اللي حضر فيها الرئيس السادات فيلم وقت بداية ثورة 1952، وده علشان يخفي الأنظار عنه لأنه كان مراقب مع عدد من ضباط أو الضباط الأحرار في وقت الثورة. في كمان سينما مترو، ودي من أقدم سينمات وسط البلد، وأول فيلم اتعرض فيها كان ذهب مع الريح. كمان عندي سينما قصر النيل وسينما ميامي، سينما أوديون، في أسامي كتير لسينمات قديمة. هختار واحدة فيهم وتعالوا نخش الفيلم أو أحكي لكم عن الفيلم اللي أنا اخترته. الفيلم اللي أنا اخترته النهاردة هو من حواء. من حواء فيلم كوميدي بما اننا عايزين نخفف وننبسط يعني، وده كان فيلم من انتاج 1962 للمخرج فطين عبد الوهاب، وعن قصة ترويض النمرة لويليام شكسبير، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف. الفيلم بطولة لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة. أنا طبعا مختارة الفيلم عشان الأستاذة لبنى عبد العزيز، حسين رياض، عبد المنعم إبراهيم، مديحة سالم، حسن إسماعيل، وعزيزة حلمي. افتكرتوه؟ طب تعالوا فكر اللي مش فاكر. الفيلم بيتكلم عن الشرسة أميرة، واللي بتكره الرجالة وبترفض كل اللي بيتقدم لها، وجدها مصمم ما يجوزش أختها الصغيرة للمعي حبيبها إلا بعد جواز الكبير. عادات بقى كده لحد ما أميرة بتقابل دكتور الحمير أو دكتور البهايم حسن، اللي اتنقل عشان يشتغل في مزرعة جدها، وبتحصل ما بينهم أحداث كتيرة. مين فينا مثلا فاكر مشهد زنفل وهو بيحضر الشربة الأميرة؟ لما كانت سخنة وبعدها الحقنة، وبتقول له انت هتديني الشربة دي، مش دي اللي شرب منها الحمار الصبح؟ طب مين فاكر مشهد أميرة والقلم اللي في الكفتة؟ ماله يعني قلم في الكفتة يا سيدي، كل وانت ساكت، الست دلوقتي بقت مش ملزمة. من بداية الأحداث لنهايتها، والفيلم بيعرض شراسة أميرة وترويض حسن ليها بموافقة جدها. حتى التغيير اللي بيحصل لأميرة في آخر الفيلم ده بيبقى محاولة لإثبات نجاح الشخصيات الذكورية في الفيلم. وعلشان الجملة الأخيرة الكبيرة دي، فالفيلم يعني كان ليه مؤيدين وليه معارضين. احنا برضو عند الجملة المهمة بتاعت إن الست مش ملزمة. قولولي بقى في الكومنتات مؤيدين ولا معارضين لفكرة وقصة الفيلم. بغض النظر عن تأييدنا أو معارضتنا، فالفيلم لطيف كوميدي وخفيف. حلقتنا خلصت بسرعة كالعادة،
بس الكلام عن روايح زمان الأبيض والأسود لسه مكمل. استنوني في حلقة جديدة. ليلى أحمد، ألحق بقى أتوبيس 6. سلام.